لكن الحقيقه عندي موضوع البرازيلي، اسف. عندي موضوع مهم، موضوع حسين الشحات والضجه المثاره حاليا. الناس زعلانه انه النادي الاهلي اشتكى لاتحاد الكوره، وغاضبه جدا، بيقول لك حسين الشحات محمد الشيبي راح للمحكمه. انتوا زعلانين ليه؟ صح. طب ما الاهلي راح لاتحاد الكوره، انتوا زعلانين ليه؟ كل واحد راح للسكه اللي شايفها صح. المحكمه النيابه استدعت حسين الشحات ومثل امام النيابه وخرج بكفاله. خلاص؟ القانون بتاعنا شاف انه الفعل بتاعه يستحق هذه الكفاله وانه في قضيه. تمام، 100 فالنادي الاهلي والاخر بيدافع عن حق لاعبه، فراح للجهه المختصه اللي هي اتحاد الكوره وراح مقدم شكوى طبقا لقانون هو الاخر. فالقانون بيستدعي الشيبي، بيحقق مع الشيبي او بيحقق مع النادي. طب ما هنا انت شغال على قانون وهنا هو شغال على قانون. ما هذه الانتفاضه بقى؟ يعني ما وجه الغضب؟ كل واحد استعمل حقه، بيراميدز استعمل حقه او محمد الشيبي استعمل حقه انه راح للجهه الفلانيه. الاهلي استعمل حقه انه راح للجهه المسؤوله. ليه في غضب بقى انه في نادي بيفهم في اللوائح وبيعرف في اللوائح وبيشتغل عنده ادارات شغاله صح فراحت في الاتجاه الصحيح؟ ليه ما حصلش انتفاضه وغضب انه النيابه استدعت اللاعب وخرجته بكفاله؟ ومعنى كفاله معناه ان في قضيه. ليه حضرتك منتفض وغاضب وحزين الى هذه الدرجه؟ هو مش ده حق؟ وبيراميدز او اللعيب الشيبي راحوا لحقهم ده، فالتانيين شايفين ان حقهم في الناحيه دي وراحوا لهنا. فلما هيستدعوه اذا كان ده معرض للحبس، ايهما اصعب، الحبس ام الايقاف؟ حد يقول لي. يعني ما ممكن حسين الشحات ده ياخد حبس يوم، شهر، سنه، غرامه، الله اعلم. وما حصلتش. وللمره الالف انه ما فعله حسين الشحات خطأ فادح وكبير، وانه في لوائح بتضبط هذا الامر. كل واحد راح للسكه اللي تريحه، كل واحد راح للسكه اللي تعجبه، كل واحد راح للسكه اللي شايف من وجهه نظره انها صح. فحضرتك غاضب قوي او البعض غاضب قوي 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 انه الاهلي راح للسكه دي. طب كان هيروح فين؟ طب ما هو من قبل الزمالك راح للمحكمه الرياضيه 100 راح للفيفا والمحكمه الرياضيه في عدد من القضايا منها قضيه كهرباء، صح؟ ما فيهاش فصال، مشي كمل في سكته. بيراميدز نفسه في مشاركه الاهلي في البطوله الافريقيه وصل للفيفا ووصل للمحكمه الرياضيه. ولا انتوا ناسيين؟ مش بيراميدز راح رفع قضيه امام المحكمه الرياضيه الدوليه اللي بيسموها التاس واتفضلوا، وفي الاخر قالوا لا، ده حق قانون الاهلي ان هو يشارك، ولا حد يقدر يقول حاجه هنا. فانا مش شايف انه يعني في حاجه تدعو للغضب. وبعدين ده اللي واخد القرار الاتحاد بلجنه الانضباط، مش ممكن لجنه الانضباط دي وعلى راسها قاده اجلاء محترمين او في عضويتها قاده اجلاء محترمين يقولوا له برافو يا شيبي انت صح 100% واحنا ناس بتوع القانون واللي انت عملته صح ومفيش حاجه عليك؟ او ممكن تدي عقوبه. فليه دايما القصه ماشيه بالشكل ده؟ يعني هو انا بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟ صرف النظر عن الانتماءات، كل واحد يدور على حقه، كل واحد يشوف مصلحته، فكل واحد توجه الى السكه اللي من وجهه نظره صح. يعني كلنا. طب اخر حاجه ايه لو انت وقتك يعني يسمح، يلا بينا. الصلح بس بتاع الشيبي
والشحات اه فشلوا، هو اللي تسبب في انه الشيبي يتحول لجنه الانضباط. ازاي؟ ايوه كان في محاولات داخل اتحاد الكوره وديه من بعض المسؤولين داخل اتحاد الكوره، تواصلوا مع مسؤولي بيراميدز، يا جماعه نتصلح، الناس تتصالح على بعض، احنا بنلعب في رياضه، مش كل واحد هيتخانق في الاوت وفاول هنروح المحاكم يعني. امر غريب جدا يعني. الفكره دي رفضت. خالد بيبو مدير الكوره كان حاول قبل كده التدخل في الصلح ورفضت المحاولات، وبالتالي وصلت الخلاف ما بين الشحات والشيبي لهذه المرحله اللي احنا بنعيشها حاليا. الصحفي الكبير الاستاذ محمود شوقي شرفنا ونورنا النهارده واسعدتنا والله يا استاذ محمود. حبيبي يا صديقي العزيز، وسعيد اللي كنت معاك والله. احنا اسعد وشرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. اخبارنا مكمله مع حضراتكم، خليكم معانا. بصوا يا جماعه، في مثل مصري كده جميل جدا يقول لك ايه، هم يضحك وهم يبكي، بس ان انت تلاقي موقف يضحك ويبكي في نفس التوقيت دي ما شفتهاش قبل كده. يعني الكلام اللي كان لسه بيقوله استاذ محمود شوقي بتاع او الخاص بقرار اتحاد الكوره بإحالة محمد الشيبي لجنة الانضباط لأنه خالف لوائح اتحاد الكورة ولوائح الفيفا بتوجهه للمحاكم المدنية، دي حاجة في منتهى الضحك اللي في الدنيا، وفي نفس الوقت تخليك تعيط على حالنا في إدارة الكورة في مصر. طب إيه اللي يبكي؟ اللي يبكي إن الشيبي متقدم بالشكوى دي للمحاكم المدنية في شهر 7، شهر يوليو 2023 تحديدا 24/7. الأهلي أصدر بيان وخطاب لاتحاد الكورة بيشتكي في إن الشيبي خالف اللوائح وتوجه للمحاكم المدنية 3 ديسمبر. أنا آسف، الشحات تم استدعائه للنيابة 4 ديسمبر. يعني الشيبي تقدم بالبلاغ للمحاكم المدنية 24/7. 4 ديسمبر الشحات تم استدعائه للنيابة. الأهلي تقدم بخطاب وشكوى امتى؟ 7 ديسمبر. يعني فات شهر من ساعة لما الأهلي تقدم بشكوى، ده في حالة إن المسؤولين في اتحاد الكورة مش عارفين بإن الشيبي تقدم ببلاغ النيابة، بس هم أكيد عارفين لأن هم استدعوا الشحات أو النيابة استدعت الشحات يوم 4 ديسمبر، فأكيد عرفوا. لما نقعد شهر كامل عشان ندرس القرار ونحوله لجنة الانضباط، يا جماعة كفاية وحرام عليكم. لأن ده واحد من أهم أسباب التعصب اللي احنا موجودين فيها. تقول لي يا عم ايه علاقة ده بده؟ هتحط أبو قرش على أبو قرشين ليه؟ لا، هي ليها علاقة بكده. ليه؟ لأن شوف الشيبي وشوف كهربا وشوف غيره. أنا ما بتكلمش على أشخاص ولا على أندية، أنا بضرب أمثلة كده اللي جت في بالي دلوقتي. لما بتحط مسطرة واحدة في العقوبة وتكون عقوبة مكافأة للخطأ، ولما يكون تاريخ إصدار العقوبة وميعاد إصدار العقوبة في الوقت المحدد اللي أنت أعلمت بيه الأندية والناس كلها عارفاه، وقت محدد في لائحة محددة، هنريح الكل. لكن أنت دلوقتي جاي بتقول هنحيل الشيبي لجنة الانضباط، والشيبي راح تم استدعائه لمنتخب المغرب في قائمة كأس الأمم. طب هتعمل ايه مع لجنه الانضباط؟ ما هو لجنه الانضباط حاجه من اتنين، يا اما هتستدعيه جلسه استماع، هتستدعيه جلسه استماع ازاي وهو رايح كاس الامم؟ يا اما هتوقفه، فلو وقفته هتبلغ القرار للفيفا فهتوقفه، فهل بقى مش هيشارك مع المغرب في كاس الامم؟ لعبكه وبزراميط عمال يحصل نتيجه ايه بقى؟ الجزئيه اللي كان بيتكلم عليها الاستاذ محمود شوقي دلوقتي، ان الفتره دي كلها كانوا بيحاولوا يعملوا قعده صلح. يا جماعه عرفنا، يا جماعه مش كده. قعدة صلح ايه في 2024؟ قعدات العرب والقصه دي انتهت يا جماعه، ما بقاش فيه الكلام ده، في لائحه طبقها، في عقوبه افرضها. لكن قعدة صلح وتاخر وتلاقي نفسك لبست في مشكله اكبر. طب لو وقفته هتعمل ايه بقى مع الاتحاد المغربي؟ وخش بقى في قصص وخش في دنيا، وممكن تعمل ازمه ما بين بلدين وبين اتحادين. ليه؟ عشان انت اتاخرت وما بتعملش القواعد ولا تعمل اللوائح والقواعد. طب ده الهم اللي يبكي. الهم اللي يضحك بقى ايه؟ القرار ده اتعلن بشكل رسمي؟ لا. تم ارساله لبيراميدز؟ لا. طب عرفناه ازاي ونزل على المواقع ازاي؟ المركز الاعلامي لاتحاد الكره المصري بعته ومرره للمواقع. قسما بالله عبث. يعني قرار يطلع من المركز الاعلامي للاتحاد المصري لكره القدم يتبعت كده ايه؟ يعني بص لففه لفه كده على المواقع، نشوف هيعمل ايه، هيجيب ايه.
لكن اتحط على الموقع الرسمي لا، اتبعت لبيراميدز لا. طب ازيدك من الشعر بيت، لجنه الانضباط نفسها، لجنه الانضباط نفسها حتى هذه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها لم يتم ارسال الخطاب ليها حتى الان. يعني قرار طلع من اتحاد الكوره لسه ما راحش لجنه الانضباط. فيا جماعه يعني رجاء نفسنا نشوف بلدنا في الكوره بتروح لحته مختلفه، ومش هتروح لحته مختلفه غير لما يكون في لوائح وقواعد معلم الجميع يتم اعلامه بيها، وتكون قواعد صارمه تطبق على الكبير قبل الصغير. ما تشوفش الوان فانيلات، لا احمر لا ابيض لا مخطط لا منقط، لا لعيب كبير لا لعيب صغير. اعمل قواعد في توقيتات محترمه منضبطه تم اعلام جميع الانديه بيها من قبل بدايه المسابقه، وما تبصش لحاجه. قعده صلح دي في البيت على القهوه، مش في لوائح وقواعد. يا رب يا رب الكلام ده يوصل لحد ويعمله، لان بجد 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 كفايه. اللي يبكي بقى ان الوقت اللي خدته ممكن انا ابكي معاه طبعا، ممكن ابكي معاه في هذا الامر. لان الحقيقه احنا بنحضر عفريت ما بنعرفش نصرفه. ولو اني مش شايف ان التوقيت له دلاله، الا اذا كنت عايز تضخم هذا الامر عشان تروح مسرب خبر غير حقيقي يا استاذ ابراهيم ان الاتحاد المغربي مستأمن توقيت صدور هذا الاستدعاء. هنيجي للجزئيه المغربيه لان دي هي لب الموضوع. هنيجي للجزئيه وهنا اذا صح هذا الامر يبقى احنا يا جماعه ولا ندرس التاريخ ولا جغرافيا. طيب بنكرر أخطأ. تكريس العداء بين دولتين كرويا. اللي هيدلك على صحة هذا الكلام الإثباتات التي ستنفرد بها الآن، وابقوا معنا عشان هتشوفوا حاجة من طيب. المغرب بترد. اما بقى الزج بالاخوه في المغرب، لقيت بعض المواقع هنا انه استياء عارم في المغرب، وانه فوزي لقجع قال وعاد وسوى وبيسائل الاتحاد المصري انتوا كده متعمدين تهزوا المنتخب المغربي قبل كاس الامم، وكلام مجعلص كبير قوي. كلمت اصدقاء في المغرب وهقول لكم، يعني منصف اليزجي راجل اعلامي دكتور مسؤول، قال لي يا عم هو فوزي لقجع يعني متاح للتداول كده بسهوله؟ اولا ده راجل في المغرب امين الخزانه العامه، يعني وزير الماليه، عنده مسؤوليات كبيره. قال لي ولا يمكن بتكوينه ومسؤولياته يدخل نفسه طرف في حاجه تخص الاتحاد المصري. خدوا بالكم في المغرب المسائل متهيكله صح. قال لك ده شأن مصري، اللاعب مغربي بس ده شأن مصري، شأن يخص الاتحاد المصري، فلا يمكن انه يسمح بيه. قال لي لا صرح ولا الاعلام المغربي خد منه تصريح، ولا الاعلام المغربي مهتم باللي انتوا بتقولوه ده خالص.